عم عقلان خير مالك أنا؟ والله يا خالد أنا قلق لأنه عايش مش موجود في الحارة من أمس. لا دقلقناش يا عم عقلان، يمكن راح عند عيوش أو في حارة ثانية. لا يا خالد لا، عايش عمره ما بات خارج الحارة، وأنا بصراحة قلق ومش مطمئن وخاف إنه يكون حصلت له حاجة. لا إن شاء الله يكون خير، إن شاء الله يكون خير، يا الله سمعنا خير إن شاء الله. إن شاء الله. غريبة الناس غريبة الدنيا دي، أعز الناس بيتغير عليا، ما فيش إحساس ما فيش ولا ذكرى ليا، تعبنا خلاص أنا ماشي وجبنا فيا. يا سلام عليك يا بدر، صوتك جميل يعجبني دائما. بس على فكرة بالانتخابات ما بيعجبك. أكيد لأن صوتي وصوته لحزام وأنت لا صوت ولا صورة. افرع على الياك. هذه مغالطة. قطعوا مدين، قطعوا ولا تخلوا صورة، ولا تخلوا لنا صورة عبد الحلو. وين؟ قطعوا الصور كامل. ايش هذا؟ قطع الصور قدام عيني. لما قطعتم صوري قطع صوركم. العين بالعين والسن بالسن، وانتم حزام الظلام. اسمع يا عبد الحيرو، انت وحزام، هذه ثالث مرة وانا اطبع صور لي واعلقهن وانتم تمزقوهن. ايوه اجلس انت وعبد وحيرو مثلوا علي، انتم الاثنين قطعتوا صوري. اصلا انا مش خايف منكم علشان اقطع صوركم، لاني بافوز يعني بافوز، والحاره كلها ما بتنتخبش غيري. وعلى ما قال المثل حبيبك الاول لا يغرك الثاني. يا عاقل هذا هي أغنية مش هو مثل، لا تفضح بناش. ابرد يا عقال استهدوا بالله واعقلوا. هذا منظر وسلوك غير حضاري. الموضوع ما يستاهلش كل هذه الضجة والخلاف. وبعدين صوركم مش هتقنع الناس فيكم، أعمالكم أفعالكم خدماتكم اللي هتخلي الناس يختاروكم. صح ولا لا يا جماعة؟ صح. معلش يا عم طاهر، المعذرة منك، اكسكيوز مي يعني يا عم طاهر. الكلام وجه لي الهفليت اللي هنا. اليد اللي بتقطع صوري وربا يعبد لاقطعه. ناي اسمع يا اخو ورب الكون مو الموضوع. اسمع يا اخو ورب الكون لا تبهرش علينا. اسمعوا خزيكم بنا اشتهوا على انفسكم، بتكهون الضجه وما فات مات، والصور اللي تمسكين بكره يصلحوا بدلهن، واستحيكم على انفسكم وعيب كل واحد يحترم الثاني وما يقطع صور الثاني. اشتغلوا على انفسكم. بس خافوا الله دوشتونا دوختونا. وعلشان ايش؟ شوية صور وشوية ورق. المصيبة الكبرى انه كل واحد منكم ما يفكر الا بمصلحته الشخصية. كلكم تفكرون بمصالحكم الشخصية. ما فيش واحد منكم، كلكم يا اهل حارة دمش فكر او ذكر انسان اسمه عايش كان في يوم من الايام عايش بينكم، يشارككم افراحكم، يشارككم احزانكم. نسيتوا عايش، نسيت عايش، ما خستوا نسيت عايش، وسلطان نسى عايش، حتى انت يا بدر نسيت عايش. عايش الانسان اللي كان يخدم الكل بدون مقابل، عايش اللي جمايله مغطيه الكل. نسيته يا عبد الحلو؟ مين ماليش دخل. نسيته يا طاهر؟ حتى انت نسيته يا عاقل. نسيت عايش اللي رغم ضعفه وبساطته كان يشعر بالمسؤولية. أيوة يشعر بالمسؤولية أكثر منكم كلكم، وكان حريص على مصالح الحارة أكثر منكم. ولأنه حريص على الحارة وعلى سكان الحارة مسك السارق اللي سرق معظم بيوت الحارة ومن ضمن بيتي أنا، وكان بيسرق محل ضيف الله.
نسيتوا يا سلطان؟ نسيتوا عايش يا أهل حارة دمشق؟ فينك يا عايش؟ واه منكم يا أهل حارة دمشق. معك حق. واه عليكم. معك حق يا عقلان، معك حق، وكلامك كله صحيح. عايش عمره ما غاب عن الحارة، وضروري كلنا ندور عليه. فعلا مفروض. أنا حاولت أدور عليه، حاولت أدور عليه في كل الأماكن وكل الحارات اللي كان يمكن إنه يكون متواجد فيها أو راح لها، لكن للأسف عايش مالوش أي أثر. يا جماعة لا تقلقوش، يمكن صار هانا ولا صار عند صاحبه زيك ايوه عيوش مجنون زيها. بس يا محسو انا رحت لعند صاحبه عيوش اطلبه هناك مش موجود. يا جماعة لا تقلقوش على عايش، ما عليكم لا يظهر صعب الجني. والله فقدنا عايش، امانا كان وجودي يخلي الحارم ملعلعه حركه نشاط، لكن الله ينتقم من طير به. من طير به؟ انت الطلقة تمشي بجنازته، ليش ما يكونش انت اللي طيرت ابوه بحقك المشاكل والمصايح كل يوم؟ وليش ما يكون بسببه هو اللي مشاكل وطلبات ما بتنتهيش والله. فتيت الخجمة وما طفشت الحارة إلا من مشاكل زيد وعمرو. وعايش لما طفش وما طفش إلا من طلبة أهل الحارة الكثيرة، وصدقوني من حقه يطفش أصلاً. لا 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 يا جماعة صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم. عايش مستحيل يغادر الحارة، ومستحيل يغيب بسبب خدمة أو مشاكل الحارة. خلونا من ذكر هذه الأسباب كلها. عايش وحيد ومالوش أهل غيرنا، إحنا أهله. ضروري نعرف أين هو، ضروري إن إحنا ندور عليه كلنا. يا جماعة الخير والله إنه كلام الأستاذ طاهر صح. الولاد له سنين ومنين هو جالس ينافع على الحارة. أسألكم بالله شي فلت الحارة كم بكل سهولة؟ يا جماعة اتقوا الله، شو نضيع آدمي من داخل الحارة؟ يا جماعة ليش ما نروحش نبلغ الشرطة؟ كلام بدر صح، ليش ما نبلغش الشرطة والشرطة عاد تدور لعايش؟ فين عقولكم انتم؟ نبلغ الشرطة؟ نقول لهم ان واحد مجنون وهبل من الحارة ضاع، يعني والشرطة بتدور عليه ولا كيف؟ صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. عايش بايرجع يعني بايرجع، وإذا حصل له أي مكروه كنا درينا كلنا، مالكم؟ يا عم سلطان الحارة كلها دارية إن عايش معه أعداء. هذاك السرق اللي سرق كانوا مشتوا يسرقوا محل ضيف الله، أكيد هم أعداؤهم اللي خطفوه وشلوه من الحارة. هيا ما كلامك صح يا محسو، وهذا هو عين الصواب. الأماكن كلها مشتاقة لي، والحنين اللي نرسم فيها خيالي، ما هو بس أنا حبيبي، الأماكن كلها مشتاقة لك. الله 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 عايش على صوت الله الله. يا عايش اسكت، جنة تبي توصل صوت هذا الزفت هذا، بطل غنى. أنت حسيت من صوتي حلا وصوتك صورتك خيبة، وبعدين الله اديني عشان أقاوع. ها؟ هذا انا جبت لك عاد. يا حين قاهو اوه يا حين اسكت المصابحة. يا بقى اصطبح النص وجهك. هتعشوا النص وجهك الثاني يبقي نص بنص. يا بقرة صب اللبن صب اللبن، أخي عقلا سافر عدن سافر عدن، رجع قصر. بالله عليكم لو كان جمعتم الفلوس هذه اللي قاعدين تخسروا لنا القراطس هذه والخراق والورق هذه وصلحتهم في بالحاره، على الاقل حتصلحتوا المجاري، ايش كان بيحصل؟ بدل ما تكلمينا المفروض تكلمي عبد حيرو اللي جالس يصرف الفلوس على الفاضي وخاسر، يعني خاسر، وبدل ما كان يضيع البس كان المفروض يربكيك في البيت. والله أنا قلت لهم يا حجة إن الحارة معاها عاقل واحد لكن ما رضيش، قصديش من خسارة. بين عبد حيرو بين ابنه. عبد حيرو كان المفروض إنك تربي أمك في البيت بدل ما تضيع البيت. مش شغلك ايه بس نايم. مالك يا ابو ما تحرقينا جنب العداء.
بعدين متحمل بطاط من نفسيك، خلي عايش واللي يقول تحمل ليك. فينه عايش؟ ضايع له يومين، دورت له ولا خليت مكان. والله يا ابني أنا قلبي مشغول عليه وبدأت أقلق. قلقي على ابنيك أم ابنيك، ابنيك أنا عبدو حيرو اللي يغيب أسابيع وحجر ولا حد سأل بيه. يا ابني روح دور له، حرام عليك، عايش مسكين ما فيش أحد سأل عنه. أدور حقي بعد عايش أنا مو ولا كيف؟ معي حملة انتخابية أما أنا أدور أصوات، هذه الأيام أصوات انتخابات. بعد عايش يعرف يدبر نفسه. ناين دي لنا قيل بطاط. دعم الحملة الانتخابية أما على الأقل. هيا روح. ما فيش. يلا. مسكين مسكين يا عايش. يا رب يا رب خليك جنب عايش واحفظه من كل سوء يا رب. يا الله اجعله يا منو يوم تصلح الامور. ما فيش غراب يغرد. محصو اصواتنا موجوده كلها. ابشر يا عم سلطان، ولا تقلق ولا تشيل هم. عنك تسح والمعقل لك والجنين لغيره. اكيد اكيد اكيد. شباب مشيتوا الحارة كامل، ما خليتهم لا بيت ولا محل الا ومعانا. ما فيش مكان وما فيش ناخب الا هو معك. You are nothing. معناته يعني يا هو من بعد اليوم ما حدش عينافسك. تفهم انجليزي ما شاء الله. الهفلات اللي هنا ايش معاهم طيب؟ يقول لكم مرة في 3 رشحوا المعقل. ايوه العقل القديم فاز والاثنين الباقيين ما حصلوش لاصواتهم. بس جاي لك كتلي وكت قراع هذا الحين. يا عبد الحيرو انت والمطولان هذا الشاطر اللي يضحك بالاخير. كلام